كاهن مصر ألخماه قنديل العمالة لتركيا وتجسس لها والتعاون معها والتحالف مع اتفاقية ماهابا أكابا ودعم الفاشية. تلك التهم والجرائم التي دائما ما اتهمت الباكك الديمقراطي الكردستاني بارتكابها، والتي جعلتها الباكك ديدنها وحديثها في كل مجلس، والتي كانت تتستر بها على تجسس وعمالة تنظيماتها للدول المحتلة لكردستان عشرات الأعوام، بحيث لو جرت أحداث في بوركينا فاسو لحللها العم جمعة متهما البارتي بارتكابها والتضلع فيها وتجسس لها. مع بداية أي هجوم تركي على جنوب كردستان يظهر العم جميل بايك الرئيس المشترك للهيئة الإدارية لمنظومة المجتمعات الكردستانية ويتحدث عما حصل بل وحتى عما سيحصل لاحقا، مبديا نفسه وكأنه عراف على عهد الفراعنة وفيلسوف ذكي وخبير سياسي، وكأنه أحاط بالوضع دراسة وتحليلا ويعرف ما سيحصل. والحق كذلك، فهو يعرف ما سيحدث كونه وتنظيمه جزءا من المؤامرة. يبدأ العم جمعة حواره دائما بعبارة الباردي متعاون مع تركيا للقضاء على الباككة، في محاولة من العم لتغيير الواقع بهذه العبارة ولوم الباردي وتحميل انتكاسة تنظيماته وتسليمها للمناطق الاستراتيجية لتركيا. يحاول من خلالها إرسال رسالة للشعب الكردي مضمونها أن الباردي هو من تسبب بجلب الجيش التركي ونحن منه براء. مع انطلاق العملية العسكرية التركية مخلب النسر 2 يوم الأربعاء 10 من شباط العام الحالي في جبل جارة، شغلت الباككة من جديد ماكيناتها الإعلامية وبأبشع الطرق وبعيدا عن أي أخلاق إعلامية ضد الباردي وحكومة جنوب كردستان، هادفة كالعادة تغيير الحقائق وتزييف الوقائع في محاولة منها لتحريك شعب الجنوب بصدد مجيء الأتراك مرة أخرى، وأنهم سيهدونهم مناطق أخرى في الجنوب، ومن ثم محاولة إلقاء اللوم على الباردي واتهامه بإيداء هذه المناطق لتركيا. نعم، ستصدقون ما نردده نحن على مسامعكم لا غير. في حوار معه على موقع ميديا نيوز وفرات نيوز يوم 10 من شباط الجاري وبالتزامن مع هجوم جارة، ظهر بايك مهاجما الباردي ومتهما إياه بالخيانة والتعاون مع تركيا، قائلا: أتدير تركيا قريبا حربا عظيمة في الجنوب ضد الباككة بالتعاون مع الباردي. وقد بدأ العم جمعة حواره ببسملته المعهودة: الباردي يتعاون مع تركيا، وقيم الأوضاع وحلل الهجوم التركي على الجنوب. وهنا سنفضح افتراءات وأكاذيب العم جمعة بالأمثلة الحية وبالإحصائيات والمعلومات الدقيقة، وسنترك قرار من يتعاون مع تركيا، الباككة أم الباردي، لقرائنا الكرام. ولتسليط الضوء على حقيقة مجرى الأحداث ينبغي الرجوع 3 عقود للوراء وتقييم ما قدمته الباككة خلال 30 سنة الماضية، أي من 90 لغاية 2020. وأين كانت آنذاك وأين هي الآن، وكم من مناطق استراتيجية أهدتها لتركيا أثناء هذه الفترة. منذ عام 90 أهدت الباككة 80% من المناطق الخاضعة لنفوذها لتركيا دون أي معارك. وبعد العملية التركية مخلب النمر العام الماضي بنى الجيش التركي أكثر من 18 قاعدة ونقاطا عسكرية في الجنوب وشيد الطرق إليها، ويبدأ الطريق من منطقة قلبان ووصولا لحفتنين، وكل هذا بتعاون الباككة، إذ تنازلت عن كل من قلبان وحفتنين ولم تأوي أبطال هذه المناطق. ومع هذا فقد ظهر كبار قادة الباككة على وسائل إعلامهم وبصورة لا أخلاقية وقحة قائلين: لقد لقناهم درسا في حفتنين بحيث ضاقت بهم الدنيا بما رحبت. فهم يظنون الشعب بهذه الدرجة من الغباء بحيث لا يعرف الحقيقة من الكذب. ففي عملية 2019 الموسومة بمخلب الأسد 3 تنازلت الباككة في حدود شرنخ وقلبان عن المناطق الاستراتيجية كدارية داوطيا، ميرجاشيش، غويزي للعساكر الأتراك خلال أيام، وبهذا مهدوا طريق الاحتلال حفتنين. بعدها وفي عملية مخلب النمر دأبت الباككة على الفرار والهروب وترك مناطقها للأتراك، بحيث اجتذبتهم لقمة خانتور ونزولا للجنوب ووصولا لمناطق جري كوخي ماتشولي، جري راش، جري دوبشكي، جازنجي، كوخي ملا يحيى، شجدارة وشاقولة، شهيد بيريفان، أي قمم وادي بصاغة من سهل كشان ووصولا لسهل طاقة برغ. تمركز الجيش التركي في كافة هذه المناطق وأحكم قبضته عليها وبنى قواعده ومعسكراته فيها. بعد تسليم هذه المناطق أين توجهت الباككة؟ فيا ترى أين توجهت الباككة بعد إخلاءها لهذه المناطق لتركيا؟ الإجابة بغاية البساطة: توجهت لعمق جنوب كردستان، ومنذ حزيران العام المنصرم وهي مداومة على الفرار والهروب وجر الأتراك نحو محيط داركار وباتوفا. ولو تساءلنا ألم تقم الباككة بأي معارك في هذه المناطق؟ بلى، حاربت في بعض المناطق، غير
أن معاركها كانت شكلية وكأنها ألعاب نارية للأطفال، الهدف منها استفزاز تركيا وجرها نحو هذه المناطق. وفي كل معركة من معاركها التافهة تضحي الباكك بعدد من الجريلا، وفي بعض الأحيان تغتالهم بأيديها لتقول لاحقا للشعب بأننا حاربنا من أجل هذه الأرض وقدمنا شهداء. باختصار، المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ الباكك منذ عام 90 استولى الجيش التركي على 80% منها. لهذا ينبغي على الشعب الكردي محاسبة الباكك ومساءلتها لماذا انسحبت من هذه المناطق دون أي معارك؟ لماذا لم تقاوم؟ لماذا ولماذا؟ فأحزاب جنوب كردستان لم تهدف طرد الباكك من الجنوب، بل طالبوها بنقل كفاحها وساحة حروبها للشمال وتحرير شعب الكرد هناك من الاضطهاد. فمنذ عام 86 تسيطر الباكك على حدود الجنوب والشمال، ولم يستهدف الباردي ولا الاتحاد الوطني الباكك ولو لمرة واحدة هناك وطردها من المناطق الحدودية، بل جل ما طالباه منها هو التوجه نحو الشمال ونقل ساحة حروبها هناك حيث ينبغي أن تكون، وعدم التدخل في ممارسات وإدارة جنوب كردستان. ويظهر بايك بين الفينة والأخرى على الإعلام متهما البارتي بالتعاون مع الاحتلال التركي. أي عم جميل، هل قام البارتي بتسليم المناطق الاستراتيجية في حفتنينكا، دارية داوطيا، ميرجاشيش، خامتور، شرانش، شاجدارا لتركيا؟ هل كان البارتي من انسحب منها دون أي معارك؟ ألم تكن الباكك متحصنة بتلك المناطق منذ 30 عاما؟ لماذا لم تحمي تلك المناطق وتحافظ عليها؟ ألا تدركون أن الشعب يدرك هذه الحقائق ويراها؟ نعم، فالشعب يدرك جيدا من هو الأحمق والحليف لاتفاقية أكابا مهابا. في جزء آخر من حديثه يقول بايك: الهدف هو احتلال كافة أجزاء كردستان عدا شرقها. ويتابع حديثه: تعاون البارتي هذا سيساهم في احتلال كافة أجزاء كردستان عدا شرقها. فهنا يعترف بايك بلسانه أن لهم علاقات استراتيجية مع النظام الإيراني، وأنها تمركزت في حدود الجنوب والشرق بترخيص إيراني. كما لم ينسى أن مقار بيجاك والحرس الثوري متجاورة في أورميا. بايك: سنكسو شنغال نفس ثوب غرب كردستان بصدد غرب كردستان. يقول بايك: احتلال عفرين وسريكاني وجريسبي وغرب كردستان سيتواصل بحق شنغال ومغمور والموصل وكركوك وسيستمر. الحق أن العم جمعة صادق في هذه النقطة، ويعترف بأن تدخل الباكك وانتهاكاتها لشؤون غرب كردستان كانت سببا في ضياع عفرين وسريكاني وجريسبي. وما زال الشعب يتذكر ما كان بايك ومراد قريلان يرددانه قبل احتلال غرب كردستان. ألم يكونا يقولان: لو كان أردوغان يمتلك أدنى شرف فسيهاجم عفرين؟ ألم يقولا: لو هاجم تركيا فسنحرق إسطنبول وأنقرة؟ ما الذي حدث بعدها ضاعت عفرين وجريسبي وسريكاني ولم تحترق إسطنبول ولا أنقرة. فكلام بايك هذا لا يحتاج لأي تفسيرات، فهو يقول بصريح العبارة: كما تخلينا عن عفرين وسريكاني وجريسبي خلال أيام لتركيا فكذلك سنتخلى عن شنغال. في جزء آخر من حديثه يقول بايك: سبب محاربة تركيا للباكك هو أنها تعارض وتعادي سياسة الإذابة والانصهار. والسؤال المطروح هنا هو: هل تتجسد سياسة معاداة الإبادة والانصهار في تسليم المدن الكردستانية واحدة تلو الأخرى للمحتل، أم أنها سياسة سلطة اللسان على الإعلام والفرار والهروب على أرض الواقع؟ أم هل كان البارتي في عفرين وسريكاني وعاون تركيا هناك؟ نعم عم جمعة، صدق، ستتخلون عن شنغال خلال ساعات وتهدونها لتركيا على طبق من ذهب، وبعدها تظهرون على وسائل الإعلام بألسنتكم الطويلة الصليطة قائلين: البارتي كان متعاونا مع تركيا. فلو كنتم صادقين في ادعاءاتكم بشأن شنغال فاخرجوا منها ولا تبرروا أي تدخل أو اعتداء تركي. ختاما نقول لبايك: أنتم بسياستكم الممهدة للطريق والمسوغة لاحتلال كردستان لا ترتكبون أي أخطاء، بل تحققون وتنجزون استراتيجية آبو الخبيثة باسم أخوة الشعوب، تلك الاستراتيجية التي تجرد عامة مظاهر للشعب الكردي من أي معان. وعندما يقوم حزب كالبارتي وعلى مر 30 عاما بمحاولة ذودكم عن السبل المنحرفة والمعوجة وتوجيهكم نحو الخط القومي والمسيرة الحقة، تتهمونه بالتجسس والعمالة والانجرار وراء المحتل. لطفا يا عم جميل، هل وضعت خارطة كردستان أمام أنظارك ورسمت خطا لتعرف آنذاك كم من مساحة كردستان ضحيتم بها أنتم مجموعة أنقرة من أجل آبو ومشروع دمغرطة تركيا، ستدرك آنذاك أين كانت ساحة حروبكم قبل 30 عاما وأين تحولت وأين هي الآن. كما ستتيقن لماذا وجهتموها نحو مدن وبلدات وقرى جنوب كردستان، فأدمغتكم قد جفت من أي مفاهيم أو قيم ومبادئ وطنية قومية كأدمغة كبار كهنة الفراعنة الإخماه. فحتى عندما عاد النبي زرسيك نظارة الشباب لزليخة لم يكن
عليكم بوسع تصديقه. وكذلك قصتكم مع البارتي، فلو أعاد البارتي العم جميل بايق لشبابه وأعاده 30 سنة للوراء، فليس بوسع تصديق من يسير على الخط القومي والكردية ومن أصبح عميلا للعدو المحتل وخادما له.